حابين بلادنا تكون خير وكهو. ايه وي. المنتخب المغربي بطل العالم تحت 20 سنة. ايه وي. المنتخب المغربي اللي وصل لنهائي كأس أفريقيا تحت 20 سنة. المنتخب المغربي اللي قام بنتيجة مشرفة في ألعاب أولمبية الفايتة. المنتخب المغربي اللي وصل للنصف نهائي كأس العالم قطر 2022. فشل صار في 2004 من ثم 2006. من وقتها الناس ولت تخدم، وناس طورت أجيال وخدموا على انفراستركتور، وخدموا على انهم يدزوا مع اي ممثل لبلادهم في مناصب في الفيفا وفي الكاف. ما قالوش لقجع وديدي، ما قالوش لقجع تابع بركان، ما قالوش لقجع رجاوي، قالوا لقجع مغربي. ووصلوه، وصل هو انه يطور كرة القدم المغربية. ما قالوش صابيري كون في الترجي، وما قالوش معمرة متكون في الليتوال، وما قالوش معمرة هزوه يطيب في الدراع، وما لقاوش ميديا تضرب على حارس في أولمبيك خريبكا ما هزوشي، وما لقاوش ناس تطيح في قيمة المدرب متاعهم. هذوما كل عوامل يلعبوا ويعطيوا دور في انه تنجح. خلينا حتى كي نقارنوا رواحنا بالبلدان الافريقية الاخرى، لانه المغرب بلاد اكسبسيونيل، معناها بلاد حطوها على شيرة أخرى كي نقارنوها ببقية البلدان الإفريقية من الأخر. معناها حتى مصر المغرب تجاوزتها بأشواط، ولكن كان نحبوا نصلحوا. الناصري رئيس الجامعة، حسين زياد الإعلام الرياضي زادة، سلطات كما وزارة الشباب والرياضة، صناع المحتوى متاع كرة القدم، رؤساء الأندية، لاعبين، أي إنسان عنده علاقة بكرة القدم وبالرياضة عموما. نرجعوا كمام هيبتنا، ونرجعوا درابو تونس اللي كان سباق في عديد المحافل الدولية. والله على قد ما هي فرحة انه بلاد من شمال افريقيا وصلت هزت كوب دي موند، على قد ما هي حسرة على انه كنا نجموا نكونوا اجيال وكنا نجموا نحسنوا من اوضاعنا. تونس المشكلة مش فيها، مش في البلاد، مشكلة في الناس اللي ماهيش عاطية أهمية الحاجات كما الرياضة، وشنو الرياضة تنجم ترجع بالنفع على البلاد. في وقت ما كنا نحكيو على تونس باش تشارك في ملف مشترك باش تنظم كأس العالم. توا عنا شطر استاد نتعاركوا عليه جمعية تونس الكل شكون باش يلعب فيه قبل في الأفريق. ممكن الحسرة تشوفها حتى في الصوت متاعي،